الله يا ام احمد. الو. قولي يا ام احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا بصراحه يعني انا عايزه اقول لك على موضوع وعايزه اخد راي حضرتك فيه. حاضر. زوجي من سنتين عرف واحده عن طريق النت. وارد قوي. ايوه، ومشي معاها وغلط معاها وانا ما اعرفش. ولو عرفت هتعملي ايه؟ استني بس، ولو عرفت هتعملي ايه؟ ما انا ما عرفتش وانا سكت. لا لحظه واحده، ولو عرفت ايه اللي هيجري يعني؟ ما انا ما عرفتش. لا يعني انت لو عرفتي هتكلف روحك وتموتي نفسك ويجي لك الضغط وجلدك هيزرق من الغم. انا بقى جالي الضغط. مش قلت لك؟ الله ينور عليك. المهم دلوقتي من حوالي سنه راجع من السعوديه، هي اصلا متطلقه. ماشي؟ فمن حوالي سنه اخوها لما رجع من السعوديه حاولت بقدر الامكان ان هي يخليها يتجوزها رسمي. طيب وماله؟ وفعلا اتجوزها رسمي. ما يتجوزها رسمي، امال هيتجوزها ايه؟ ايوه، بعد ما اتجوزها رسمي هو دلوقتي مش عايز يعاشرها. مش عايز يعاشرها؟ ايوه. وانت مالك؟ بيضحك عليك يا هبله، بقول لك كده عشان يطبطب عليك. بيضحك عليا؟ اه طبعا. ما هو دلوقتي في راجل يروح يقول لمراته على مراته التانية في حاجه يا استاذي؟ ايه؟ ايوه. ايه؟ الو. عندنا فاصل ضروري دلوقتي، خليكي معانا من فضلك يا ام احمد، فاصل قصير جدا ثم نلتقي. فانت مشكلتها بتكرر في كل بيت وفي كل مكان، ومشكله الشات مشكله ما هياش، لا انا لا بضخم منها قوي ولا بتفه منها قوي، ولكن انا بس حريص على ان انا اقول مبادئ. ام احمد اتفضلي حضرتك كملي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك كملي. انا هفكرك ان احنا وقفنا عند ان هو قال لحضرتك انا مش عايز اجي جارها خالص يا ام احمد. انا دلوقتي المشكله مش فيا ولا في المشكله دلوقتي ان اخوها لما رجع من السعوديه هدده وضربه وقال له لو انت ما اتجوزتهاش رسمي هعمل واعمل في بنتك. فهو دلوقتي فعلا اتجوزها رسمي بقاله 6 شهور. ماشي. طب دلوقتي هو اخوها هدده بوصولات امانه، خليه يكتب ضغطا عليه لان هو شخصيه ضعيفه، وكتب عليه وصولات امانه كبيره جدا، وفعلا عملت قرض من بنك واختلفت فلوس كتير وعملت كل الاجراءات ان يبقى معانا المبلغ دوت. انا دلوقتي مشكلتي في جوزي وقع بين امرين. انا بقول له طلقها غيابي ونخلص من القصه دي عشان هو يستريح. هو مش راضي وخايف، وفي نفس الوقت الفلوس معايا واخوها كل شويه يهددوا هرمي نار على بنتك، هعمل واسوي، هفضحك في المنطقه بتاعتك، ومش عايز يدفع لي الفلوس. يبقى نعمل ايه؟ انا مش عارفه. خلاص خلصي على اولادي. انا عايزك تخلصي خالص. طب انا دلوقتي اهرب بيه اخد ولادي واهرب في مكان بعيد واسيبه يحتاس هو والده ووالدته واهله؟ على رايك افضل قاعده مقيمه معاه وانا اعصابي تعبت ومش عارفه راسي. ده عشره عمرك. هسالك بس كام سؤال، صغننين. اتفضل. انت كنت معاه لما اتضرب؟ وشفته بعينيا لما مراته نفسها اللي هي دلوقتي بقت مراته ضربته. يعني انت ماشيه معاه كده لما اخوها ضربه؟ ايوه، لان هو قال له لا انا مش هسيب مراتي. لحظه واحده ورحت معاه. استني. انا معاك. استني. وانت متاكده ان ده اخوها ولا الثلاثه تبع الشات؟ والله بقى انا متهيألي ان هو اخوها. متهيألي الله اعلم بالحقيقه. احنا مش هنعيش على تهيؤات. استني بس. وانا تعبانه نفسيا. انا هديكي خلاصه. ايه هي الخلاصه؟ لا تروحي معاه ولا يعرضك لمواقف مش مظبوطه، ويا رب يكون سامعني، وهقول له لو الدين لسه جواك فخليك واضح مع الست دي. انت مخلفه منه 3. بتقولي اخد ولادي اهو، انا عارف. سامع يعني. مالكيش الا ال3 دول وبيتك. اعمل ايه؟ وهو انا اقول لك تعملي ايه؟ انا اقول لك لا، ولا تسيبي البيت ولا تسيبي ولادك وبيتك. هو اللي يلف زي النحله، زي ما كان مسافر على السعوديه. هو يروح بقى للي متهيأ لك انه اخوها، لان ممكن الكلام ده كله يكون تمثيليه عشان اقناعك بانك توافقي على الجوازه ويفضل البيت مفتوح اللي فيه ال3 اللي هم روحه. خايف ان احسن عنده بنت عروسه. يا فندم تعرف ان ابوها اتجوز عليها ما يجيلاش عريس، ما هو نفسه جبان. لحظه واحده. انا معاك. انت بتقول دلوقتي مش هو اتجوزها رسمي بعد التهديد؟ هو اتجوزها رسمي ومحدش يعرف غير انا وبس. استني بس. يعني معناها ان هو اتجوزها رسمي عشان كتب وصل امانه. عشان كده بوصل امانه بمبلغ كبير. كام؟ بحوالي 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. كنت انت برضو معاه وهو بيمضي؟ قلت له 50,000 جنيه. استني بس، كنت انت معاه وهو بيمضي؟ لا. انت جبتي له ال50,000؟
جبت له ال 50,000 وعملت منين قرض على جبت له منين؟ مرتبي. بس استني بالراحه، ده احنا دخلنا في موضوع كبير. ايوه اتفضل. ده احنا دخلنا في روايه كبيره جدا. نجيب محفوظ أيوة. لو عايش ما كانش عارف يكتبها. أيوة. كويس. جبتهم منين؟ جبتهم انا شغاله موظفه كبيره. يعني انت موظفه كبيره، اتصرفت جبتهم، كنت محوشاهم يعني؟ استني بس، كنت محوشاهم؟ عملت له قرض من البنك على عملت قرض عشان تتسجني، ان شاء الله هيسجنوك هما الاثنين باذن الله. طب ما انا اعمل ايه طيب؟ ما انا عايزه كل شويه يجي يهددني. وموظفه كبيره ازاي يعني؟ المفروض انت مسؤوله، يعني جزء من البلد دي لما يبقى اجزاء مسؤوله ببلدنا تبقى دماغها تعبانه، يبقى بلدنا دي انا كنت قاعده مستكنه مع اهلي بحاول اراضيهم ووالدتي كانت تعبانه. بالراحه بس، بالراحه بالراحه. أيوة. مش انت معاشره الراجل ابو الثلاثه؟ 20 سنه. كويس قوي، يعني عارفاه. انا مش عايزك تفضحي الدنيا ولا حاجه، بس هسألك، انت واثقه ان لو خد منك الخمس مكاوف 10 ب50,000 هيحطوهم في مكانهم ولا قلعبان وممكن يسفهم؟ هو طيب ومش هيعمل حاجه وفلوس معايا دلوقتي ومتكنيه في البيت الفلوس. استني بس، على امل لما اخويا يبقى يتصل. استني بس، بالراحه عليا، بالراحه عليا. ماشي. انت لما شفتي اللي هو اتهيألك انه اخوها، ايوه، على الاحرى شفتها هي برضو؟ وشفتها هي مره واثنين وثلاثه. شفتها مره واثنين وثلاثه فين؟ ما هو حضرتك لما جده بيقول له تعالى، يقول له انا هجيب مراتي، يقول له هات مراتك وانت جاي، اروح معاه. تروحي معاه تعملوا ايه؟ يروح معاه مثلا دلوقتي يقول له طب انت دلوقتي هتكتب الكتاب ولا بهدلك؟ يقول له خلاص هكتب. وكتب الكتاب؟ استني بس، وكتب الكتاب؟ وكتب الكتاب رسمي في حضورك؟ استني بس، في حضورك؟ لا. طيب جات لك ورقه؟ استني بس، جات لك ورقه انه اتجوز؟ لانه لازم يقول للمأذون على عنوانك. على عنواني. والمأذون بعت لك ورقه ان هو اتجوز. اختارين انه اتجوز. عارفه قانونا وشرعا كمان يجوز لك في بحر سنه انك تسيبيه وتطلقي؟ ماشي اتطلق. انا عايزه اوصل لحل، اتطلق واسيب واخد عيالي وامشي؟ هتمشي فين؟ ولا اسيبه يتمرمط؟ لا، ما اسيبك يتمرمط ويتسجن يا بابا، واللي يجرى له يا بابا. يا حبيبتي اللي يعمل حاجة يتحملها، ما يضيعش ناس وراه. سيبكم من الأفلام والمسلسلات. هو أنا دلوقتي جوزي لو جرى له حاجة ودخل السجن، أنا أعمل إيه؟ أنا ورايا 2 3 بأكلهم بالعافية وملوش ولا سايب ولا عامل. أروح أسيب سيختي وأشحت والدين وأكتب وقرض وأروح أنا أخرى السجن تاني يوم؟ الجاني بما جرى يفعله. اللهم إلا إذا كان رجلا محترما عالي الهمة والدين وقع في أزمة، أقوم أقطع من جتتي وأديله، لأن عارفة إن هي عسرة. إنما أنت 20 سنة أكيد عارفة إن هو بتاع شاتات قبل الشاتات ما يخترعوها، كان بيبعت رسائل مع الحمام الزاجل، وأكيد عارفة إنه راجل فلاتي أو بتاع ستات أو نيلة. أنت عارفاه. وتربية بيتي. إيه؟ أنا كنت مشغولة ببيتي وشغلي، مش حاسة إن هو وحش. إيه؟ مش حاسه ان هو وحش. انا كنت مشغوله ببيتي واولادي وتربيه الاولاد. انا مش سامع. انا كنت مشغوله ببيتي واولادي وتربيه الاولاد والشغل، مش حاسه انه كان وحش. عارفاه، بس عارفاه. هو قعد في السعوديه كام سنه؟ ما قعدش. ده بقول لحضرتك لما اخوها نزل من السعوديه. اما اخوها نزل اكتشف بقى يعني البي كان موجود، اخوها نزل. اخوها نزل. هم كانوا مستنيين اخوها. اما اخوها نزل قالت له لا اخويا موجود بقى نتجوز. حلو قوي. المهم كتبه وعاش معاها فين؟ مش عايش معاها، ده عايش معانا مع اولاده. مش كتب الكتاب؟ كتب الكتاب لكن ما بيروحلهاش. طب ما يروحلهاش ازاي بقى؟ يعني هي عندها بيت ولا لسه هيجيب لها شقه ويغرمك كمان 50؟ وعندها كل حاجه، ما كانت متجوزه قبل كده وعندها بنت. ما هي كانت متجوزه قبل كده ومعاها بنت، يعني قاعده في شقه حضانه. ما هو ما ينفعش وهي متجوزه رسمي هتقعد بالعريس الجديد مع البنت في شقه الحاضنه وابو البنت هيسكت ابدا. ما هي عامله خلع الجوزه والموضوع ده من فيه خلاص. يا فندم الشقه اللي هي قاعده فيها دي، قاعده فيها هي وبنتها، عامله خلع عامله بلع. المهم ما هياش شقتها. ما هي شقه امها. شقه ام مين؟ ام العروسه. شقه امها مش شقه ابو البنت. هو ضحكوا عليه وفهموه ان هي ضحكوا عليه. عايز اوصل الحاله. الله يبارك لك يا دكتور. طب انا هجيب لك الخلاصه من الاخر وعايزك اعصابك. اسمعي، تاخد ولادي وامشي. اسمعي بس، ما تمشي تروحي فين يا بنتي؟ تمشي تروحي فين؟ هو اللي يمشي. انت تمشي تروحي فين؟ انت لا تروحي معاه وغلطانه، لان ممكن تتوحلي وتتضربي وتتهاني.
انت ست محترمه ام التلاته تقعدي معاهم، هو يروح يضربوه يسجنوه يتحمل نتيجه عبثه وسوءه ووهمه وخرافته، يروح الله يحنن عليه وانت الحمد لله تسجدي لربنا شكر انك انت موظفه تقدري تاكلي عيالك في الزمن الخايب، لان ممكن ما تاخديش منه لا حق ولا باطل ولا رجا ولا طمع. بيتك بيتك بيتك. هو بقى عمل الوهم وشاف المطلقه وضحكوا عليه وضربوه، دي قصته هو، ده قصته هو عشان يبقى عبره لاي بني ادم عايز بعد ما خاب يورط ابرياء معاه وينكد عليهم في عيشتهم. ده كلامي، وانت حضرتك براحتك تاخدي برايك ما تاخديش برايي، مالكيش الا بيتك، لكن مش تروحي معاه انت لا انت امه ولا اخته، وحتى لو امه واخته المراه لها كرامتها، ما تروحش عنوان مجهول ما تعرفش ايه اللي منتظراه فيه. وهي كمان انت قلت كلمه حكمه دلوقتي، كنت مشغوله بتربيه اولادك حتى جوزك ما انتش عارفه عنه حاجه، ودي من خيبه الزمان ده، من خيبه هذا الزمان، ان احنا مش عارفين ناسنا اللي احنا معاهم دول ايه، حلوين ولا وحشين. اتشغلت في تربيه الاولاد ونسيت اللي معاكي ده، انت من يلا انا مش عارفاك. دلوقتي اتحط في مشكله، ابتدى يخرجك بره، يخرجك تروحي في نصاص الليالي فين، وش دراك البني ادم اللي معاشرك اللي ما انتش عارفاه يكون ممكن يبيعك بسجارة حشيش، يبيعك ب10 جنيه، يبيعك، يكون متفق ان هي دي موظفة وعلى قلبها قد كده مع واحد بيشرب بوظة معاه بالليل عشان يجردوكي وتجيبي انت القرض وانت اللي تتسجني، ويجيبها هي يضم التلاتة على بنتها ومش هيزورك في السجن، وفي الاخر لا تلومن الا نفسك هي اللي هتلوميها عشان انت لبست الملس وعملت اصيلة وريحة تدفعي ال50,000 او ما زالوا معاكي عشان يجي المحطة التانية ان شاء الله زي النهاردة تتصلي بينا تطمنينا طلبوا منك على الميعاد امتى، زي الافلام بالظبط، ما هي ثقافة افلام وثقافة مسلسلات، يوم يقول لك ايه هتسلميهم ال50,000 دول تحت الشجرة الفلانية بعد مستشفى الدمرداش، تيجي انت ريحة زي الشطرة مسلمه القرض اللي انت ايه مضيتي عليه بضمان الوظيفه، وطبعا الوظيفه مش هتسدد والبنك ياخد اجراءاته لغايه لما يحبسوكي وتسيب العيال. هو يقول دي مجرمه ويطلقك وانت في السجن وياخد التلاته. انت معايا لسه؟ خلاص واخده بالك يا اختي؟ ده المصير الاسود المنيل ب60 نيله اللي مستنيكي، فعشان خاطر ربنا ينقذك منه بالموعظه الحسنه ده اهي، فيلي على روحك بابك. يدخل يقول لك اخوها، قول له بره يالا، بره يالا، شوف اخوها ده مستنيه. طب بقول لك ايه، هاتي بقى ال50,000 ربنا حل المشكله هطلقها. ما انت ما كنتش معاه وهو بيكتب، ما كتبش ولا حاجه، انا زعمي انه ما كتبش وانها تمثيليه ياخدوا ال50,000. ماشي كده؟ هتاخد يا اخويا الحمد لله على سلامتك، فداك، ياخدهم يشرب بهم بوزه اي حاجه او يجوز بهم واحده.